أغلب السوريين يفضلون في الوقت الراهن السفر جوا، وذلك لتفادي مخاطر التنقل برا، لأن أغلب الطرق البرية شهدت بعد الثورة حالات من الاعتقال والاختطاف، الأمر الذي دفع معظم شركات النقل البري إلى وقف رحلاتها داخل البلاد. ورغم وجود المعارك المتقطعة حول طريق مطار دمشق الدولي ومخاطرها، ورغم قلة عدد الرحلات الداخلية، إلا أن السفر جوا يبقى الخيار الآمن الوحيد للتنقل. ولكن السؤال هنا: ما الذي جعل الحصول على تذكرة سفر ضربا من الخيال في أوضاعنا هذه على الرغم من التكلفة الباهظة؟ بعض أبناء المنطقة يرجحون السبب إلى ضغط الطلب على السفر الجوي بعد انقطاع الأمان البري، وإلى تدهور العملة السورية مقابل العملات الأجنبية، وأيضا إلى ارتفاع سعر وقود الطائرة مثل أي مادة أخرى بعد الأزمة السورية. في كثير أسباب، بتوقع لازم يكون السبب الأساسي هو العامل الأمان، لأن عدم بالنقل البري صار المسافر يلجأ للنقل الجوي لأنه أريح بالنسبة له من كثرة الحواجز ومسافة الطريق الطويلة، فبالتالي المسافر يلجأ للنقل الجوي لأنه أسهل وأسرع. كمان ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية اللي صار أكثر من 4-5 أضعاف أثر على سعر تذاكر الطيران. كمان في مسألة وقود الطائرات اللي هو الكيروسين، أكيد كمان مثل أي مادة تانية انعكس الشيء على سعر التذكرة. البعض الآخر يظن أن السبب هو فقط غياب الضمير ومحاولة استغلال الأوضاع واستغلال حاجة الناس إلى هذه الوسيلة للتنقل. في شيء اسمه غياب الضمير، لأنه شد ما ارتفعت التذكرة خليت ترتفع 3000 أو 2، بس مو معقول ترتفع 15. في ناس عم تاخد تذاكر ب20,000، خاصة بيكونوا طلاب لأنه بيكون بحاجة، فصار في استغلال. هناك بعض الأشخاص الذين يرجحون السبب إلى عدم توفر قطع الغيار والتبديل بسبب الحصار على سوريا، مما جعلت بعض الطائرات خارج الخدمة. يمكن صار ضغط كثير على الطيارات المتوفرة حاليا، لأنه في طيارات صارت خارج الخدمة نتيجة أعطال فيها وعدم وجود قطع غيار متوفرة، أكيد بسبب العقوبات يعني. وكمان في بعض طيارات سورية صارت ممنوعة من سفر دوليا نتيجة بعض الأسباب السياسية، وهذا الشيء خلى يصير ضغط على الطيارات اللي ضمن خدمة حاليا، ويمكن هذا سبب من أسباب صار صعب على واحد يحصل على كرت أو تذكرة. هل نستطيع القول بأن تراجع سعر صرف الليرة وغيرها من الأسباب تعتبر حجج، وأن السبب الرئيسي يعود إلى جشع سماسرة السوق السوداء واستغلالهم لحاجات المسافرين؟